بتاع الفول. عاوز اكتب القمح ده لابو ملك والقصب لابو ملك وابو شيماء راجل محترم، واماجد راح نكتب له حبات البرسيم دي، وانا جبت لهم المكنه على حسابي وزقت لهم القصب والقمح والبرسيم والحندير الميه في الفول. اكثر من كذا ما لهمش حاجه عندي. وعاد انت يا ابو ملك عاوز تدي شيء تديه، ما تديهوش دي حاجه براحتك. انا اشتغلت لك على القصب وعلى القمح عشان انت راجل حبيبي يا ابو ملك. وهذه المكنه جديده نوف على حسابي تسقوا بيها ببلوشي ومش عاوز فلوسي، وعربيه الكر تاخذوها بدحشه. ايوه شوش. نروح لدقيقه الغيط بتاع الفول. انشاط، لما اقول انشاط بيبقى عليه هو انشاط كلي، وبرضه اكتب له نص فدان قصب، وكل سنه وهو طيب عشان راجل محترم ومعزه. انشاط اول وثاني مليون. وشكرا. بتاع الفول. عاوز اكتب القمح ده لابو ملك والقصب لابو ملك وابو شيماء راجل محترم، واماجد راح نكتب له حبات البرسيم دي، وانا جبت لهم المكنه على حسابي وزقت لهم القصب والقمح والبرسيم والحندير الميه في الفول. اكثر من كذا ما لهمش حاجه عندي. وعاد انت يا ابو ملك عاوز تدي شيء تديه، ما تديهوش دي حاجه براحتك. انا اشتغلت لك على القصب وعلى القمح عشان انت راجل حبيبي يا ابو ملك. وهذه المكنه جديده نوف على حسابي تسقوا بيها ببلوشي ومش عاوز فلوسي، وعربيه الكر تاخذوها بدحشه. ايوه شوش. نروح لدقيقه الغيط بتاع الفول. انشاط، لما اقول انشاط بيبقى عليه هو انشاط كلي، وبرضه اكتب له نص فدان قصب، وكل سنه وهو طيب عشان راجل محترم ومعزه. انشاط اول وثاني مليون. وشكرا.